ليلة دخلتي دخلت أغير الفستان، بس في الوقت ده سمعت صوت جرس الباب بيرن. استغربت مين اللي هيجيلنا في وقت زي ده، بس ما حطيتش حاجة في دماغي وكملت تغيير الفستان وخلاص لبست هدوم البيت، وانا طبعا خارجة على اساس ان جوزي بس لوحده برا وان معهوش حد تاني. بس اتصدمت لما خرجت لقيت واحد قاعد جنب جوزي. طبعا استغربت قوي وبصيت لهم كده، واللي هو انا اول مرة اشوفه. جيت الف علشان خاطر ادخل اغير، لقيته بيقولي استني عادي، ده مش حد غريب. بصراحة أنا استغربت قوي من الكلمة، يعني إيه مش حد غريب؟ وإيه اللي أنت بتقولهولي ده؟ قالي تعالي بس، ده مش حد غريب علشان تروحي تغيري، تعالي بس اقعدي جنبينا. قلتله إيه؟ لا طبعا، كأني ما سمعتش حاجة منه. دخلت أجري على الأوضة على طول، وفعلا غيرت ولبست حاجة مناسبة. في الوقت ده خرجت، بس استغربت لما ملقتهمش ان هما في الريسبشن برا. ايه ده، هما راحوا فين؟ لحد ما سمعت جوزي في الوقت ده بينادي عليا وبيقولي تعالي، ده احنا هنا في اوضة الاطفال. طبعا استغربت، طيب انا جاية. دخلت عليهم وكانت صدمتي الأكبر لما لقيتهم إن هم قلعين تماما ويدوب قاعدين بس بالشرطات. بصيت لهم كده وقلت له إيه ده، هو في إيه؟ لقيته بيبصلي وبيقولي أيوة زي ما فهمتي. يعني إيه زي ما فهمت؟ أنت تقصد إيه؟ ما أنا أكيد في حاجات كتير قوي خطرت في بالي، أنا مش فاهمة حاجة، فهمني. قالي زي ما دماغك راحت هو ده بالظبط. يعني ايه؟ انت لازم تقولي، انا بجد مش فاهمة اي حاجة. قولي هو ايه اللي بيحصل ده، وانت مالك قاعدين معاه كده ليه، وايه اللي بيحصل هنا؟ قالي بصي بقى، هقولك كلمتين والحدق اللي يفهم. اولا كده، انا ماليش في الستات وبقرف منهم وما بحبش ألمسهم ولا حتى أبص في وشهم، بس اتجوزتك علشان أهلي أجبروني عليكي. نعم؟ يعني إيه ملكش في الستات؟ هو اللي أنا دماغي راحت له ده صح؟ أيوة، اللي دماغك راحت له صح، واللي دماغك فكرت فيه صح الصح كمان. انت بتقولي، انت بتهزر معايا ولا ده مقلب؟ اكيد مقلب صح؟ لا مقلب ايه، هو في مقالب في الوقت ده؟ انا زي ما بقولك بالظبط، وزي ما قلتلك الحدق اللي يفهم. طبعا انا كنت في حالة صدمة. انت ايه اللي بتقولهولي ده، انا مش قادرة استوعب. قال لي مالك بس، اهدي كده، وبعدين انا اصلا اللي عايزك ولا عايزة اقرب منك وقرفان منك ومش طايق. سمعت الكلام ده كله وانا حرفيا مش قادرة استحمل. طلعت اجري على بدر ولقيته بيقولي ايوه جدعة كده، خليكي بدر بقى علشان انا وهو نعرف نشوف احنا هنتبسط مع بعض ازاي. وانا طبعا مش قادرة استوعب خالص. قعدت بره وانا عمالة اعيط، وانا للأسف مش قادرة استوعب اللي هو بيعمله جوه، لحد لما خلصوا ومشي. وانا كنت عمالة اعيط ولقيته بصلي بكل قرف، كأني انا اللي مقرفة مش هو. كنت طبعا موجوعة وما كنتش عارفة اعمل ايه. كل اللي كان عليا عياط في عياط، وما كنتش مستوعبة ان اليوم ده كان ممكن يعدي. لحد فعلا لما عدى اليوم ده، تقريبا عدى بمنتهى الصعوبة. وجي تاني يوم واهلي جم علشان يطمنوا وعلشان يشوفوا اخباري ايه. بس في الوقت ده لما جت امي تسألني ما قدرتش امسك نفسي، وكل اللي عملته كان عياط في عياط.
قالت لي اهدي بس وقوليلي وفهميني هو ايه اللي حصل، ايه اللي مخليكي عمالة تعيطي بس كده، قوليلي يا بنتي احكيلي. قلت لها يا ماما انا في مصيبة، انا اللي انا اكتشفته امبارح بالنسبة لي كان صدمة. قالت لي اكتشفتي ايه بس؟ يعني ايه اللي انتي ممكن تكتشفيه امبارح ده؟ امبارح ليلة فرحك يا بنتي، في ايه؟ قلت لها حصل 1 2 3. قالت لي ايه؟ انتي هتهزري ولا ايه؟ بقولك ايه، هو انتي لو بتقولي الكلمتين دول علشان خاطر ما تخلوش يقرب منك ولا عشان خاطر في حد في حياتك؟ لا يا حبيبتي، انتي تنسي خالص، انتي دلوقتي بقيتي ست متجوزة. يا ماما انا لا يمكن اكذب في حاجة زي دي. قامت قالت لي لا لا، هصدق ايه؟ ايه المهزلة دي؟ وانتي فاكراني هصدق الكلام التافه ده؟ اكيد لا طبعا، انا لا يمكن اصدق خالص الكلام ده. يا ماما ارجوكي صدقيني، انا ما بكدبش عليكي، انا بقولك الحقيقة. قلتلك انا لا يمكن اصدق. وانتي حاولي كده تأقلمي مع جوزك وبلاش الحركات دي كلها، علشان خاطر الحاجات دي مقفوشة وباين اوي ان انتي اصلا بتكدبي. يا ماما اكدب ايه؟ هي دي فيها كذب؟ بس للأسف صدقتنيش ومشيت، وانا طبعا عايشة حياة عذاب في عذاب. وبعد كده فضل الوضع مستمر على هو دايما بيعمل كده، وانا بقيت كرهاه وقرفانة منه ومش طايقة حتى ابص في وشه، وبقيت مش قادرة استحمل ابدا كل اللي عمال يحصل فيا. بقيت مش عارفة انا المفروض اعمل ايه، لحد ما عدى عليا سنة. انا معرفش السنة دي عدت عليا ازاي، بس عدت عليا بمنتهى الصعوبة، وانا كل يوم بكره نفسي وبكرهه. بس فضلت على الوضع ده. جيت اقول لمامتي يا ماما ارجوكي طلقيني منه، انا مش قادرة اعيش معاه ولا قادرة استحمل اللي بيحصل فيا. ارجوكي يا امي طلقيني، ارجوكي علشان خاطري طلقيني وريحيني من كل اللي انا فيه ده. قالت لي بقولك ايه يا بنت، انا ما بحبش الكلام ده، وعقلي كده واهدي واركزي، كل اللي انتي بتعمليه ده كله غلط. هو انتي هتوصلي لايه يعني باخرة كل اللي انتي عمالة تعمليه ده؟ يا ماما والله ما عايزة أوصل لحاجة، بس بجد كرهت نفسي وكرهت العيشة، أرجوكم طلقوني. بقولك ايه، عيشي كده وسيري أمورك وخلي المركب تمشي. الكلام كان بيوجعني أكتر. فضلت كده لحد ما عدى السنة التانية، وطبعا أنا كنت على نفس الوضع ونفس الحال، وأنا خلاص تعبت وقرفت وزهقت وكرهت كل حياتي. حياتي ما بقاش لا ليها طعم ولا ليها لون، حياتي بقت للأسف فقدت فيها كل حاجة، لحد ما خلاص الموضوع بيزيد عن حده وهو مستمر وحتى مش ندمان، لدرجة اني عمري ما شفت في عينه نظرة ندم ان هو حتى عايز يتعالج او يفكر يقول لي اقفي جنبي وساعديني. انا عمري ما شفت ده في عينيه، وبس كل اللي بيعمله بيهين فيا ويظلمني وكأني العيب فيا انا، لدرجة ان انا خلاص بقيت كرهاه وما بقيتش قادرة استحمله وبقيتش قادرة اعمل اي حاجة. تعبت وقرفت، ارجوكم قولولي اعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. اصلا كان غلط ان انتي من الاول سكتي، اول ما شفتيه ان هو في اوضة الاطفال وبيعمل حاجة مقرفة تغضب ربنا وبتاع، حاجة بجد بشعة، حاجة بشعة قوي زي دي، كان لازم ان انتي تكلمي اهلك على طول ييجوا وتقولي لهم شايفين انا لازم اتطلق حالا، مش تسكتي لتاني يوم. ده كان في الوقت ده كان لازم ان انتي تنهي العلاقة دي نهائي، في الوقت اللي هو جايب فيه واحد بمنتهى البجاحة وبيقولك الكلام ده كله، وداخل يعمل كده وانتي قاعدة من غير حتى ما يأنبوا ضميره. بس اللي زي دول هيبقى عندهم ضمير ازاي؟ اللي زي دول اساسا ناس مقرفة قوي، فانتي ازاي ضيعتي من عمرك سنتين
وانتي يعتبر عايشين مع بعض زي الأخوات، وهو أصلا واحد ما يتعاشرش، وواحد أساسا ما ينفعش انتي تفضلي معاه ثانية واحدة. ازاي انتي مستمرة على كل ده؟ أهلك مش موافقين، يبقى انتي اللي تقفي في وش جوزك وتتطلقي منه، يبقى انتي اللي تعملي وقفة جامدة جدا وتتطلقي منه. طالما أهلك مش موافقين ومحدش معاكي ومحدش جنبك، بس ربنا معاكي وهو اللي جنبك وهو اللي هيساعدك وهو اللي هيقف معاكي، لأن ربنا عمره أبدا ما يرضى بالظلم. ربنا عمره أبدا ما يرضى إن حد من عباده يكون مظلوم. فانتي كان لازم ان انتي تتطلقي منه فورا، لكن ان انتي تستني على حقك سنتين وتفضلي ساكتة ومستحملة القرف اللي انتي عايشة فيه، ومستحملة ان هو واحد للأسف مقزز جدا وبيعمل حاجات بشعة تغضب ربنا بشكل كبير جدا. ازاي استمريتي؟ ازاي؟ فانتي لازم ان انتي تنفصلي عنه، لازم تنفذي بجلدك، لازم تلحقي الباقي من عمرك، لازم ان انتي تبعدي عن كل القرف اللي انتي عشتيه ده، وتبدأي من جديد ما بينك وما بين نفسك. اقفي في وش الكل واتطلقي، وروحي ارفعي عليه قضية طلاق، والمحكمة هتحكم لك انتي، لان انتي اما يكشفوا عليكي وتتحولي للطبيب الشرعي وهو كمان، يبقى هنا الإثبات هيبقى في إيدك انتي، لأن واحد زي ده هيبان إن هو فعلا واحد كده للأسف، وكل ده هيحكم لك انتي في صفك انتي وفي صالحك انتي. فانتي لازم تروحي ترفعي عليه قضية طلاق على طول، وتجيبي حقك وما تسكتيش وما تستنيش حد يقف معاكي. اقفي بنفسك اسندي نفسك بنفسك. ربنا معانا، ربنا هو اللي بيجيب لنا حقوقنا. ما تستنيش ان حد يمدلك ايده، محدش دلوقتي بقى بيمد ايده لحد الا للاسف لو في مصلحة. فانتي لازم ان انتي تقفي على رجلك بنفسك، وتروحي ترفعي عليه دعوة وترفعي عليه قضية طلاق، وهتتطلقي على طول منه، لان اللي زي ده ما ينفعش ان هو يتعاش معاه، وما ينفعش ان انتي تسكتي. لازم تطلقي. هي انت لسه بتسألي انت المفروض تعملي ايه؟ ده كان المفروض تعملي كده من اول ليلة. انتوا الاتنين شفتيه بيعمل كده من اول ليلة، ما كانش ينفع تسكتي. انك سكتي سنتين كاملين، ده للأسف انت بتدمري نفسك وانت شايفة ان خلاص كل حاجة وحشة. هتبدأي ثقتك في الناس تروح لدرجة ان انت هتشوفي كل الناس مقرفة بسبب اللي انت شفتيه. فانت لازم تتطلقي منه حتى لو اهلك مش رافضين. ابني حياتك بنفسك، وانت اللي اقفي على رجلك وتطلقي، وقفي واثبتي لهم ان انت قوية وتقدري تقفي على رجلك. وبعد كده اما تخلصي منه روحي اشتغلي. الشغل مش عيب، هتقفي على رجلك وهتلاقي نفسك ليكي كيانك، هتلاقي نفسك ليكي قبضك كل شهر اللي هينفعك، هتلاقي نفسك بتعيشي عيشة مرتاحة. فاقفي على رجلك وروحي اشتغلي، وحتى لو هتتعبي بس هتلاقي نفسك هترتاحي بعدين. وقفي كده على رجلك وهتلاقي نفسك احسن، وهتلاقي نفسك خرجتي من كل اللي انت فيه، لان للاسف انت هتتعبي وهتتدمري وحياتك كلها هتبقى وحشه وهتبقى صعبه جدا. فانت ما ينفعش تفضلي معاه اساسا اكتر من كده. اتطلقي وبعد كده اشتغلي، وبعد كده ربنا اكيد هيعوض عليكي بحد، هيبقى عوض ليكي عن كل الوحش اللي انت شفتيه في حياتك. وما ينفعش ان انت من اللي حصلك ده انك تشوفي ان الناس كلها بقوا وحشين. لا، اوعي يجيلك عقدة لمجرد ان واحد بس للأسف طلع مقرف ومقزز قوي بالشكل ده. اعرفي ان مش كل الناس وحشة، وان صوابعنا مش زي بعضها، صوابعنا مختلفة والناس كمان مختلفة. فانت لازم يكون عندك ثقة وإيمان أكتر في ربنا، وقعدي ادعي ربنا كتير جدا وصلي، وهتلاقي ربنا بيعمل لك كل حاجة حلوة. ربنا عمره ما بيرضى بظلم عباده، ربنا عمره أبدا ما بيقبل الظلم. وانتي لازم تنهي كل المهزلة وكل الحاجات اللي انتي عايشة فيها، لأن اللي زي ده ما ينفعش يتعاش معاه. لو فاكرين حصل ايه
في قوم لوط زمان. فاللي هو انا مش قادرة استوعب ان بجد ممكن يكون في ناس كده، بس للأسف كتروا بشكل بشع سيء جدا، لدرجة ان الواحد بيتقهر ازاي كتروا كده، وازاي شايفين ان الحاجة دي عادية، وازاي شايفين ان ده مجرد ميولي كده. ازاي الموضوع بسيط؟ لو حد حاسس بحاجة زي كده كان بإيده يتعالج من الأول. أكيد ليه علاج الحاجات دي، يمكن تكون بسبب مشكلة نفسية، نروح لدكتور نفسي ونعرف إيه السبب. يمكن عقدة حصلت لنا وإحنا صغيرين، أو يمكن شفنا حاجة خلتنا وإحنا صغيرين نبقى حاسين إن إحنا هنبقى ميولنا كده وبس. لا، ما ينفعش نسكت. دول الناس اللي هم شاكين لمجرد شك 1% إن هو ميوله بيؤدي للميول ده. يبقى اوعى تظلم نفسك وتظلم بنت الناس معاك. روح لدكتور واعرف انت ازاي تتعالج، وازاي هتبقى احسن، وازاي هتبطل، وازاي هتقدر تتعالج، وازاي بدل ما تستمر في كل اللي انت فيه ده وتظلم معاك بنات الناس. حتى لو البنت، لو عندك شك 1% ان انت برضه ميولك نفس الميول ده، يبقى انت كمان لازم تروحي تكشفي، ولازم تروحي تتعالجي عند دكتور نفسي، ولازم تبطلوا، ولازم تعرفوا ان اخرتها غلط، ولازم تقفوا على رجليكم ان انتوا تبطلوا، وان انتوا تعرفوا ان انتوا تتعالجوا، تعرفوا ايه السبب. كل حاجة في الدنيا ليها علاج، وأكيد كل الحاجات دي كانت بسبب حاجة نفسيا أو حاجة حصلت. فانتوا تروحوا لدكتور نفسي وتكشفوا وتعرفوا ايه الكشف اللي ممكن يحصل وكل الكلام ده كله، وتبعدوا وتبطلوا. حقيقي الحاجات دي مقرفة قوي، لأن للأسف عقابها عند ربنا بشع قوي قوي كمان. فوقوا من الغفلة اللي انتوا فيها. ودي كانت وجهة نظري أنا، ولو حد عنده أي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده أي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.